الخيرات. دلوقتي احنا عندنا سؤال متكرر جدا جدا من الامهات اللي زي حالاتي، الامهات بقى الفاتنات اللي عندهم شباب وبيدوروا على عرايس، او الامهات الفاتنات اللي عندهم عرايس وبيدوروا لهم على عرسان. احنا ليل نهار عمالين نقول لهم هتتجوزوا امتى، هتتجوزوا امتى، هتتجوزوا امتى. ويا سلام بقى لو البنات عدت ال 25 26 27 29 أب 30، إنها الكارثة الكبرى عند كثيرا من الأسر المصرية. نفضل برضه هتتجوزوا امتى، هتتجوزوا امتى، هتتجوزوا امتى. أنا بقى بدل ما أرد على هذا السؤال قررت إن أنا أجيب بنتين حلوين في ال 25 متحققات ما شاء الله، مديرات في شركاتهم ما شاء الله، واقعد ازن عليهم السؤال هتتجوزوا امتى، هتتجوزوا امتى، هتتجوزوا امتى يا ست منى ايوه ويا ست رنا، هتتجوزوا امتى؟ لما نلاقي حاجه كويسه ينفع ان احنا مش يعني بالوقت نشرك حياتنا معاهم. ايه حاجه كويسه يعني؟ كل البشريه دي ما فيهاش حاجه كويسه لحد دلوقتي؟ لا البشريه يعني حاجه فيها مناسبه يعني فيها نسبه قد كده. فيها نسبه قد كده؟ اه طب يعني الكويس والاكوس منه دول مواصفاتهم تبقى ايه؟ مسؤوليه، ايوه تفاهم، ايوه واحترام واحترام، ويبقى لذيذ كاريزماتيك، يقدر يقعد مع اي حد، يبقى لذيذ كده، بيعرف يتعامل مع الناس، بيبقى واخد الحياه ببساطه كده. يعني ما بيبقاش نكدي، ما بيبقاش يعني يبقى واخد حياه ببساطه شويه، حد يضيف ليكي مش ياخد منك. دي اهم يعني ما نبقاش داخلين في علاقه ننكد على بعض، يعني او مش ننكد على بعض، نشيل هموم بعض. يعني نريح بعض شويه. طيب انا حاسه ان اللي انتوا بتقولوه ده الطبيعي جدا، سواء عندنا 20 سنه 22 سنه 52 سنه، هو ده الطبيعي جدا. مفروض. مش يعني مش عارفه ليه حاسه ان انتوا بتقولوه على انه كتالوج اعجاز. لا، ما انت ممكن تلاقي مثلا ميزه يعني حاجه من الحاجات فتقع حاجه مهمه تانية. يعني مثلا لو في كوميونيكيشن، اتصالات كده وتواصل والكلام لذيذ ورايح جاي مع بعض، ممكن عادي بيسمعك وفاهمك وبتاع، او عكسه مثلا يبقاش فيه مسؤوليه اصلا. او هتلاقي حاجه كده في عيوب عامه، ممكن تستحملي كذا عيب وممكن ما تستحمليش عيب واحد. فهي بتبقى على حسب. طيب في كده فرق ما بين اللي بيرتبطوا بدري، يعني بحس انه في فجوه كده، يعني البنات في مصر اما انهم يرتبطوا بدري قوي 18 20 سنه، او انهم يرسوا بقى كده وتتخرج وتشتغل وتاخد راحتها خالص وترتبط 30 32 سنه. ليه؟ يعني ليه كده؟ ليه الاقي سن معين تبقى مهريه قوي على الجواز وهتفطس ونفسها تحط دبله وتروح الجامعه مخطوبه، وسن تاني تحس انها لا، يعني زي انتوا بتقولوا كده عايزه مواصفات معينه ومش هتتنازل عنها. هل مواصفات العريس من سن لسن بتختلف ولا ايه الموضوع؟ اكيد بتختلف. اكيد بتختلف، ودي بتبقى بناء على الخبره اللي انت مريتي بيها. فبتبقى مش بالسن بس، بتبقى بقد ايه انت شفتي. يعني لو انت اتخرجتي مثلا عندك 22 سنه وما اشتغلتيش ولا اتعاملتي مع حد ولا شفتي يعني نموذج تاني في الدنيا غير بره البابل بتاعت مامتك وباباكي واهلك، دي بتبقى يعني مهمه جدا ان انت تعرفي على نفسك، انت تشوفي انت عايزه ايه. تعرفي تبقي مسؤوله عن نفسك، تعرفي ان انت تبقي لو عندك مشكله انت اللي بتعرفي تحليها. ساعتها تعرفي ان طلباتك مش ان حد يجي يبقى ياخد مكان مامتك وباباكي. مش عايزه نفس الفكره، انت عايزه فكره تانية خالص. يعني ايه ياخد مكان مامتك وباباكي؟ يعني مثلا يعني من غير مصاريف مثلا، ان انت كنت في الجامعه مثلا وفي المدرسه وهكذا، كان مثلا اهلك هم بيصرفوا عليكي. بعد كده انت فاكره انت هتتجوزي، فممكن مثلا تقعدي في البيت والشخص ده هو اللي يبقى مسؤول عن كل حاجه في حياتك، مصاريفك مثلا، وهو لو في اي مشكله انت ما شفتيش ولا اتعلمتي ازاي تردي مثلا على مشكله هتشوفيها، اتحطيتي في موقف مش عارفه ازاي هتتعاملي. فانت بقى ايه، زي ما بابا وماما كانوا شايلين المسؤوليه، انت عايزه حد ترمي عليه المسؤوليه وتريحي نفسك. غير انها ما بتبقاش شايفه اصلا ان هيبقى في مشاكل، يعني هي بتبقى فاكره الحياه كده يلا احنا هنتجوز. طب انت فكرتي لما هتتحطي في مشكله مين هيبقى شايل المسؤوليه؟ فكرتي هتحليها ازاي؟ يعني انا بالنسبه لي اكيد في كل بيت هيبقى فيه مشاكل،
طبيعي. بس اللي يخلي ان احنا نعدي مشاكل دي ان الاب والام يبقوا في ما بينهم حب وتفاهم، فيقدروا يشيلوا المسؤوليه دي مع بعض. يعني في السن بتاع ال 18 20 22 سنه ده هي بتفكر في الفستان اكتر والهيصه شويه. دي حقيقة. طب ايه يعني انتوا ما فكرتوش في الفستان والهيصه ولا فكرتوا فكرنا في ده وفي ده، هي دي المشكله. احنا فكرنا في الفرحه اللي هتقعد اسبوعين 3 وفكرنا بقى في المشاكل اللي بنشوفها برضو دلوقتي. يعني زي ما شفنا مشاكل في سننا دلوقتي، انه ناس اتجوزوا وفرحوا واحنا كنا مبسوطين قوي وشايفينهم قد ايه حلوين. ولا هو على فكره لا، في البيوت المشاكل بشعه. يعني فاحنا دلوقتي بقينا بنشوف الفرحه اللي هتستمر على طول، مش اللي هتاخد شهر شهرين. طب انتوا بتقولوا لي بقى ايه انه الراجل المتحمل للمسؤوليه، انا شايفه ان باي ديفولت كده بينزل المفروض مع الديفولت ده اتغير يا طنط، اتغير تماما. ليه يا جماعه؟ مبقاش في سوفت وير والله مش موجود. والله مش موجود خالص. ليه؟ لا الديفولت اتغير. محتاجين لا كده استني. لا طب عندنا اهو زي الفل ورا الكاميرا. طب مش هجمع. لو قلبنا الكاميرا نطلع يعني. انا شايفه ان انت بتشاور وبشاور. انا اسفه والله. مخرج هنا. انا اسفه المخرج ده بالذات انا اسفه. لو سمحتي. لا ده انا عامله. انا عندي ولد هنزل سوق البنات وانقي. انا يعني ما لا هتنقي. ايوه بس احنا كمان هننقي. هي دي بس يعني انا ما عنديش ميزه اضافيه كده. لا حضرتك اعمل اللي انت عايزاه. طب والبندق ده انا جايباه اهو من دلوقتي. بندق وبتاع لا يعني ده. تمام كله موجود وحقك وكل حاجه مش كده تمام. بس احنا كمان برضو يعني حقنا نشوف اللي هو طب ماشي بعد الفرح وبعد الهانيمون وبعد اللذاذه دي كلها بقى، بعد اللذاذه دي وضع كلها ايه؟ المسؤوليه فين؟ انا بس مش فاهمه كلمه يعني ايه. ما هو الطبيعي ان الناس انه اي راجل مسؤول يعني. مش شرط. بيبقى في ناس متدلعه، في ناس مش محطوطه في مواقف عامه، فبيبقى الموضوع مش يعني احنا ناشفين شويه. مش مين اللي ناشفين؟ يعني عامه بيبقى في بنات ناشفين. يعني انا بتكلم علينا احنا، مش علينا احنا بس، يعني كام واحده بيبقى احنا اتربينا ناشفين شويه. فاللي هو لا احنا مثلا اتحطينا في موقف، لا احنا هنقف ونعمل. بس ليه اسمها ناشفين ولا اسمها اتربينا على تحمل المسؤوليه؟ يعني ما هو برضه كلمه ناشفين دي مش ناشفين ناشفين قوي يعني غالبا انا شايفه ما شاء الله يعني. لا ده انت الشكل يعبر عن اي حاجه. الشكل لا يعبر. احنا جامدين قوي والله. لا اصل يعني تحمل المسؤوليه ده حاجه مطلوبه في الاثنين. يعني برضو مش مطلوب ان البنت تبقى يعني مش مسؤوله. ما هي دي مشكله. احنا ممكن نحول الجمله انه يكون في بالانس. مش لازم ان هو يكون بيتحمل المسؤوليه وانا ما بعملش اي حاجه. ان يكون في بالانس والاثنين بجد شايفين ان البيت ده او العلاقه دي لازم تكمل وتستمر. فانا هاخد من طاقتي وهاجي على نفسي واعمل حاجات مطلوبه مني وهكذا في الطرف الثاني. طب انتوا حاسين ان الشغل فرق معاكم؟ طبعا. ايه بقى فرق ايه؟ يعني بيديكي ثقه في نفسك اكتر، بتبقي شايله اصلا مسؤوليه حاجات بتبقي محتاجه ان انت تكبريها. بتتعاملي مع ناس، بتتعاملي مع كلاينتس، بتتعاملي مع صنايعيه، بتتعاملي مع ايا كان ايه. فانت بيبقى ليكي شخصيه، وبعدين بيبقى ليكي سالري، بتبقي حاطه تارجت قدامك عايزه توصلي له. فبتبقي اولا شاغله نفسك وعندك ثقه في نفسك وتقدري تصرفي على نفسك، مش محتاجه لحد. هو الشغل كده كده بيغير فكرتك عن الناس، بيغير فكرتك في اللي قدامك. بس ده بيخوف الرجاله؟ لا برضو هو على حسب الراجل اللي قدامك. يعني الراجل لو هو ما عندوش ثقه في نفسه فده اصلا ريد فلاج. ده احنا كده ريد فلاج يعني بره. يعني ده يعني مش شغلي عامه. احنا بنعدي 3 4 كده في الاول. ايوه ماشي. وبعد كده يعني بنكتشف ان احنا ما كانش المفروض نعدي ولا واحد. بيصعب علينا ناس. ماشي. بيصعب عليك. بيصعب علينا. انت هتحبي صدقه؟ لا انا والله انا مش بتكلم عن نفسي. هي طنط حبت يعني نفسها تسيح لي شويه دلوقتي، بس احنا ممكن نخرج من الموضوع ده عادي جدا. ايوه بتحبي صدقه يا ماما؟ والله مش صدقه بس يعني دي حنيه زياده شويه يا ولا. ما كنا لسه بنتكلم على انا مش ناشفين قوي. بنتكلم على انه شوف. لا ما هو مش مطلوب ان انا ابقى ناشفه قوي ولا احب صدقه. هي والله المفروض يكون بجد البالانس عنوان الحلقه. ايوه يعني ولا ابقى جامده قوي، اهم مش دور الراجل اللي معايا.
ايوه ولا ابقى يعني مستنيه ان هو يشيل كل حاجه او يشيل كل حاجه وهكذا. طب ده كلام يطمن. ده ست والله احنا العقلين طالبين حاجات بسيطه وحاجات المفروض بسيطه والله. وبالعكس في ناس يعني المفروض الراجل يسبورت، فده بيبقى احسن. يعني بيبقى في راجل بيغير من شخصيه. يعني انا واحده صاحبتي ان شاء الله كانت دراما، جوزها بجد هو خلاها قواها وخلاها شخصيه بالعكس عايزه تتبسط، وغير منها كتير قوي. طب ما في نسخ كويسه وما بيستنسخوش منه جوزها ده. لا ما بنلاقيهمش في لا والله في ناس. طب شوفوا شلته اصحابه يعني ليه اخوات اكيد. هنحاول هوعدك هنحاول. ما احنا ما بندورش يعني، احنا قاعدين قافلين كده على نفسنا، دي مشكله. لا موضوع القفله ده مش احلى حاجه في الدنيا. طيب اكيد ماما بتزن. ده اكيد طبعا يعني طب ايه؟ ما هو ده بقى ده يعني حاجه كده غريزه اتولدوا بيها ان هم يلا هنكبر نتجوز نخلف. هنزن بقى عقبال بقى ايه لما الجيل يسلم جيل. طب بتقاوموا الزن ده ازاي؟ بتبقى معظمها بالخناق. او يعني بتجه بقى لبابا كده، بابا الحق انت ما انتش عايزني امشي بقى وكده. فهو يبدا بقى لا انت مالكيش دعوه بيها وكده. وبعدين يبدا بقى هو ايه يحس ان هو انا محتاجه اطمن عليكي. ايوه. فنبدا بقى ايه نلعب على الوينجين. دي حقيقه. عامه في حاجه فعلا فارقه حصلت سن ال 25 ده. في الاول كانت فعلا الخناقات تبقى دايما مع ماما. اللي هو ماما بتزن فايه ما تشوفي الموضوع ده. بتزن من وانت عندك 20 سنه. ده عادي. طب مش هنشوف حاجه حلوه بقى، طب طمنيني، طب مفيش حاجه جديده، طب قولي لي وهكذا. بعد فعلا 25 لا بابا دخل في الموضوع. طب ليه؟ ايه يا عم الحاج انا كبرت قوي كده عجزت خلاص. لا يعني فعلا دلوقتي بقوا الاثنين. وبعدين ما بتبقاش الام والله، هي بتبقى الام واصحاب الام واخوات الام والعيله كلها بتبقى موجوده معايا في شخصيتي في حياتي الخصوصيه. فكله بقى عايز يوجب بقى معايا. انا كلنا عايزين نفرح بقى بيكي، فانا مش ملاحقه والله يعني اطبطب افرح مين طب ايه اكتر المواقف اللي يعني حسيتي انه لا بقى يعني لو سمحتوا شويه هوا بقى يعني تخرج من الحياه دي شويه؟ دي هو حصل موقف كده اللي خلى ماما بجد ما تتكلمش معايا، تبدا تصدر لي ناس تانية عشان هي خايفه تواجه. هي خلت صاحبتها تكلمني. ايوه. وتقول لي ده في عريس بقى وانتي بقى انت هديه ليه. قلت لها انا هديه يا طنط؟ فقالت لي فبدات اللي هو انت ليه بتعامليني كهديه يعني انا. انت ايه مشكلتك انك ما تتحطيش في علبه ويتحط لها؟ لا يعني انا مشكلتي ان الناس دخلت في حياتي وبيتعاملوا معايا اني هديه وبيوجبوا بيا. انا رنا على فكره. أيوة. انا بني ادم. بيوجبوا لمامتي يعني انا وانا فين بقى انا يعني انا مش عارفه هل انا مثلا مبسوطه انا يعني. وبعدين دخلت معايا بقى في نقاش. انا كل ده عندي 22 سنه يعني لسه في ده كنا لسه ما وصلناش لل 25 اصلا. وان انت لازم تلحقي وانت يا رنا يعني شويه هتبداي بقى تبقي لوحدك وهتعنسي. هتكرمشي انا سمعت هتعنسي دي. هتكرمشي. وانا لسه يا جماعه 23 سنه هتكرمشي مش معقول. فبدات اصلا اتخض من المكالمه وانا عمري ما كنت بفكر في الحاجات دي. واللي هو مش فارق معايا اصلا السن ولا اي حاجه. فلو بدات اتخض قوي من المكالمه وبدات طريقتي تبقى دبش. مش قصدي انا عمري ما بتعامل كده. فلقيت ماما بدات تتخطط طب هاتي التليفون وبتاع. فبدات خناقه بقى في مطافي هنتصل بيها. فهي بدات تخاف انها ايه انا ممكن احرجها عادي غصب عني. انا مش ببقى قصدي بس انا ما بحبش حد يخش في خصوصياتي. دي حاجه بتضايق اصلا. ان انت تروح تتكلم مع حد في حاجه زي دي ممكن تضايقه. هل هم بيبقوا مدركين لما حد يتكلم معاك في حاجه زي دي تبقى مدرك ان هو دي هتضايقه ولا لا؟ ما اعتقدش ان هو عمره ما بيفكر في كده. هم متخيلين انهم يعني واخدينك هديه وجايبين لك هديه برضه. ما هو اخينا ده اللي ومحدش يعرف اصلا انا شخصيتي عامله ازاي. يعني انت ما بتعرفش انا مثلا عديت بايه او انا عايزه ايه او اي حاجه. ومش مضطره ان انا اقعد اتكلم معاه في حاجه زي دي. بس طيب عملتي ايه بقى مع ماما؟ لا دي بقى كانت خناقه ورحت طبعا سخنت بابا شويه فهي بطلت بقى عشان هي خافت ان انا ممكن احرجها في حاجه زي دي. وانتي؟ انا بصراحه ما اتحطيتش في مواقف يعني صريحه واضحه قدامي. بس هو الزن موجود 24 ساعه. يعني طب احنا داخلين مثلا دلوقتي 26. طب انت ناويه على امتى يعني؟ ايوه هشيل بنتك امتى يعني؟ انا مش عايزه اشيلها دلوقتي. اجيب لك بنت مثلا شيلي بعيد عني والله. لا يعني حسيت ان انا بقى مش هينفع خلاص اللي هو مش هتجوز ومش هخلف ومش هعمل كل حاجه. ماما يعني انت قررتي انت سويتي حياتي حاليا. انت مش بتفرحيني. بس لا هو الزن موجود على فكره. وصلتوا للصور
يعني ان يجيلكوا عرسان طبعا. ده انا كنت متخيله ان عصر الخطبه ده انتهى، ده طلع موضه دلوقتي. لا طبعا، امال هقنعك ازاي بقى؟ بصي بقى، ايوه ده امور وستايل وشكل وبتاع، فانا طبعا اصلا شكل ولون وريحه ولا ترميله مش قادره يعني فهي فاكره انها هتبدا تقنعني بالمنظر ده، وانا مش يعني مش سطحيه اصلا. بس فالمهم في مره جت اتكلمت، يعني ما اتكلمتش معايا، يعني هي جت يعني بتحاول بتمهد لي، فانا قفلتها خالص. فرحت احكي بقى طبعا لاصحابي، فقالوا لي طب ايه ده، في صوره وبتاع، فسخنت كده، في صوره، انا عندي فضول، فدخلت كده اصحابك اللي قالوا لك هو في صوره، عايزين نشوف بقى، ما كانتش عارضه الموضوع مقفول كده فمش هفكر اصلا اسالها اسمه ولا شكله ولا اي حاجه. فلما لقيت كده فقلت طب ما يلا بقى نسف شويه. ايوه. فدخلت سحبت موبايلها من تحت لتحت، ايوه، وبعت لهم الصوره، وهي مش مدركه. فطبعا جت بقى بعديها بكام يوم زقت عليا صاحبتي، ايوه، وهي كانت معايا في الشغل ساعتها، فهي ايه بتتسهون كده عليا، بتقولي بصي ده صاحب خطيبي يعني بتاع. وانا قاعده بص للصوره وسيبها تكمل وعماله اشبه واسكت بقى شويه لحد بقى ما ترجمت. السحنه دي مرت عليا قبل كده. بقول لك ايه، هو انت مامتي كلمتك؟ فسكتت كده وبدات تخاف مني. فبعدين بقى كانت خناقه بقى في الشغل، ومديري دخل في الموضوع وخدني طبعا في ميتنج عشان يتكلم معايا في الجواز. في الجواز يقنعك بالصوره ولا ايه؟ هو بيحبني قوي، فهو طب ليه يا رنا ما تنزلي وتتعرفي انا مش مقتنعه بالطريقه دي يعني. مش حق، واصلا بقى احرجت جدا ان مديري بقى انت دخلتيني في منطقه وحشه قوي يا ماما. بس ده اخر حاجه مش هتتكرر ان شاء الله. يا مامي عملتي عمايل. وطبعا انت يعني ايه، امك صاحبه امها ده كوارث يعني. انا بسمع المكالمه ايه، انا بعرف يعني مامي بتكلم طنط بعرفها من التليفون من نبره الصوت. مش هيعملوا فينا ايه اكتر من كده، هو مش هيجي يسمعوا الكلام بقى. محدش فيهم راضي يطوعنا ويشوفوا، حتى احنا ما قلناش حاجه، يشوفوا بس ياخدوا فكره. بس يقعدوا بقى يصوتوا هما الاثنين لبعض كده شويه، وانا وراهم طبعا مفيش خالص يعني. تمام اوكي. يا بنات احنا احلامنا بسيطه جدا على فكره، يعني احنا ممكن بقى اخرنا نفسنا نلبس فستان ونحضر فرح على فكره. ماشي يعني، بس نفرحكم على طول. مش نفرحكم مؤقتا يعني. مش هنقعد بقى تفرحي شهر والفرح وهكذا، ترجعي تلاقيني مبسوطه ويبقى معايا بقى بيبي ماشي، وازعلك بقى الامر كله. طب ليه؟ يعني خلينا نختار صح ونفرحك بجد بقى. انا شايفه انكم المفروض تفرحوا ان احنا شايفين احنا هينفع نمانج حياتنا ازاي او نديرها ازاي، وعارفين الفرحه يعني ايه. مش ان احنا بس بنبص على يومين 3 اللي هو فستان الفرح والهانيمون وهكذا، لا احنا عندنا شايفين مشاكل قدامنا ممكن نحلها ازاي. لو الحد ده اللي قدامي ده مش قادر ان هو يشيل المشاكل اللي في الحياه دلوقتي، فانا بجد هزعلكم وهكذا. وهنجيب الجيران كل الناس مصر كلها تزعل معانا والله، وانا هزعل جامد. انا مش هفرح لوحدي وازعل. لا يعني مش عشان احنا نلبس فستان نلبسكم في الحياه. انا هزعل كل حد هيحاول ان هو يشارك في الجريمه دي. ياما لا ده الكلام لا خلاص يعني مش عايزين لا نلبس فستان ولا نلبسكم في الحيط. طب اخر حاجه بقى، انا يعني برضو بشوف اللي زيكم كده عارف هو عايز ايه ومخطط لحياته كويس، وهيلاقي اللي عارف برضو من الطرف التاني ومخطط لحياته كويس. لكن بشوف بنات بتتورط في علاقات وبسرعه بسرعه بسرعه، واحيانا يهزروا يقول لك ايه، عايزين نتجوز بسرعه عشان نخلف بسرعه عشان نلحق نتطلق بسرعه. يعني هل ده بيبقى بجد ولا بهزار ولا ما بقاش مستوعبه؟ هو بيبقى يعني ممكن حد يبقى عايز يتجوز بس عشان يخلف بصرف النظر عن اي حاجه تانية. هو انا ممكن تلاقي ناس عايزه تتجوز عشان تخلف وعادي بقى يعني، لو ممكن تخلف لوحدها من غير ما تتجوز عادي. بس ده ظلم ليها وظلم للطرف الثاني الحقيقه. ظلم ليها وللطرف الثاني وللبيبي اللي هيجي اللي ملهوش لازمه يعني. طب ليه؟ لا هو في ناس اصلا ما ينفع يعني، اللي بيتجوزوا في ناس ما ينفعش تخلف كده ما بيبقوش قد المسؤوليه، فهم بيخلفوا ويطلقوا والبيبي بيبقى في النص. فالموضوع ما بيبقاش الطف حاجه خالص. طيب يعني احنا كده بقى ايه، نقعد كده ناخد خطوتين لورا. الامهات الفاتنات اللي في سن حالاتي، سواء امهات بقى للشباب او امهات للبنات، واضح ان هم جيل عارف هو عايز ايه. اللي عايزين يتجوزوا يعني ويخلصوا الليله ويجيبوا لهم عيل وبتاع، هو عارفين وربنا يسعدهم. طبعا مش بنقول ان كل اللي عايز يتجوز بسرعه، لا في جوازات عظيمه ومستقره وتمام.
واللي عايز يكون حياته ويقف كده ويدور بالراحة وينتقل انتقال مختلف، هم عارفين هم عايزين ايه. ما نقعدش بقى احنا نزن وتبقى كل قضيتنا نلبس الفستان ونشيل عيال، لانه في الحقيقة احنا هنلبس الفستان وهنلبس العيال وهنلبس حاجات تانية ممكن تبقى مش احلى حاجات. انتوا نورتوني بجد، شكراً. نورتوني نور ونورتوني دماغ، لان انا برضو كنت عايزة افهم وعايزه افهم صحباتي انهم يعني لا انتوا كبرتوا، لا انتوا جيل عاقل يعني فاهم وعارف مختلف. يمكن ادواتكم، يمكن الانترنت خلاكم قادرين تتواصلوا طبعا. بشكل افضل، عندكم معلومات اكتر، قادرين تخططوا لحياتكم بشكل مختلف. فربنا يسعدكم ويوفقكم. وانا مش هشبط قوي في موضوع الافراح والفساتين تاني، ايوه بس يعني كل فستان يعجبني هشتريه وهشيله. وانا وعدك هتفرحي بجد. ساعتها علشان تفرحي بجد بقى، عايزين فساتين خطيره. ايوه بالظبط كده. كل سنه وانتم طيبين، حضرتك ربنا طيبة. يسعدكم وينجحكم في حياتكم العمليه وحياتكم الشخصيه، واشوفكم دايما على الف ان خير. شاء الله. ان شاء الله. شكرا.